ما صدقوا ما عاهدوا الله عليه. رجال ضحوا بالنفس والنفيس من أجل هذا الوطن. يوكليت ما أسيك شبان السيء نسد وصول الجمعة إرجاز لم يجيك لي متنوضع ما يمكن سكوت ساعات سيد مثلنا الخير مقام قريتنا وهم الشهداء الأبرار ويشيد إرجاز لي ما إلى الفتان ثلث السنة فتان الحياة السمرة في سبيل الله نعتبر يوكل الجيل غادي يسمى السفيرة يرتاح عاشن بالضيق عاشن بالعذاب عاشن بالمشقة يوكل كان في سبيل الدين وفي سبيل الوطن يوكل ندويكني من الجيل غادي يسمى السفير العاش المعززين مكرمين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من بعدهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فرنسا يثمى إلى قناعة أسمعني تسابه هدايا خدمي إطار نسلية في الصعب ضيق إطار نسلية قسمي يتكشف قال فوق 130 مليون تفوق فوق 962 وتسابه ما يثمها باء منثورا تساد بفكرة بنزعة صليبية بحتة تساد وكنت تسلخ الهوية الوطنية هي من بين جرائمه أنه أول حاجة تكشم ذايت ما رسمي تكشم فرنسا 1830 أول حاجة تخدمتي تروح تدمر المساجد ثوادي خمر بمرة مسخ الهوية الوطنية ومسخ كل ما يتعلق بالدين أي نكس عن العلاقة بالدين إلا وقت هدن زواري المساجد زواري المدارس القرآنية زواري الزوايا القرآنية زواري الأئمة المشايخ المعلمين المثقفين المفكرين ولاش تعليم إلى قضية الشعب ذكر جاهل أو أذكر على مبتغاهم ولهذا دشنوا أول مدرسة مسيحية 1936 بعد ذلك السنين بشروا مهمتهم وهو التبشير فمن بين غايتهم بعض الخيرات طبعا أيلين نمت الخير تعيش الجزائر زيت من الخيرات من البترول زيك يتمنى الجزائر يتمنى الأسطول ذيك البحر المتوسط في الزعامة باش كتعديك البحر المتوسط باش كتعديك الكنيسة إلا بقات تخلص لي زنبو معروف يتمنى الجزائر زيت تلا باش فرنسا ما تزداد تساوي غير باش ما تخلص تسعى القوة تسعى الاكتفاء الذاتي وتسعى التاريخ القرنيثي العهد العثماني ولكن بعد هذا الاستعمار طمسوا كل ذلك ومن بين الجرائم التي غشت علينا أن فرنسا عاثت في الأرض فسادا قتلوا فرادى وجماعات أبادوا الشعب الجزائري فرادى وجماعات ومارسوا كل أنواع العذاب والتقتيل وحوش والله الله يتبعوني غير الناس لي زارشيف فركان مازال لي زارشيف إلا ملي غيسمعوا الشعب الجزائري والله مش عليك هذيك مولاي حكا مش عليك وسعيت على الخير والله مش عليك هذيك أمشي من تسعة ساعتين مثل ستريسيتي يمكن كان أتسقط اللي ويف نفس المجاهدين أتحسب ستريسيتي واستقل على الشاريس واستقل على الناس واستقل على الوصونيس واستقل على الكورانيس واستقل على القرنيس يعذب أشد العذاب ولا الكرام أنه إذا كان سليصه يوم الطيران
وقتلوا جماعات. أهنا وين اليوم كان كغنديروا نغلوا أنا أنطندي قرى بأكملها دمرت، قرى بأكملها دمرت. مجازر 8 مايو 1945، 8 مايو 1945 المجزرة إلا تخريج فرنسا ضد الشعب الجزائري إلا ذهبوا ضحايا 45,000 ضحية. سبيس معروفين أنه فرنسا بوقتين توعد الجزائريين أنه ما إلا شو كندير ضد الحلف النازي ضد الحرب العالمية المرة وغلا التحالف بين الجزائر ما إلا ربحل راح أصنف كذا الحريات ربحل فرنسا ولي واحد يتوحد في ساعات تحالف الإنسان ضد النازية الألمان. اسمي غير بحال يفقد الشعب الجزائري يفرح يطمع لأنه فرنسا توعدي ثاني يوكل سنتكد الاستقلال سنتكد الحرية وأول عالم جزائري في الوقت يولي واحد عالم فرنسي طمعا للحرية. الجنرال ديغول في الوقت أبادوه شكوية من يدفعون غدا فقتل أكثر من 45,000 جزائري. بعد ذلك 15 يوم 1945 دمروا 17 قرية 17 قرية سود ركن كملت بومباردينيتهم أكد الشعب السوس الغاسيس. مجازر في اليمن 1945 ومن مجازرهم أيضا كذلك ثورة غير حاليا إلى يومنا هذا أكثر من 18,000 جمجمة للشهداء الجزائر الشهداء اللي غادي رقم 4 أكثر من 18 جمجمة والرفات هناك المتحف متحف اسقاط المتحف الإنساني باريس فرنسا نلقى المتحف أكثر من 18,000 جمجمة وتوقف 1 2 3 4 500 جمجمة عرف عليها عامل للنوم الباقي هو علينا للنوم. وكان تعلمنا السلطات الجزائرية بزيت لم طلبوا من فرنسا وكان سندران الجماجمية ذروفتين المجاهدين الشهداء اللي رحم ربي وكان أدسنا تونطلون داير تموت الجزائر تونطلون وعزازين ومكرمين تموت الجزائر قوما 4 سنين كيان ما تشفي 2020 استرجعت السلطات الجزائرية 24 جمجمة لقادم من المقاومات الشهداء ذاك الجزائر 24 الباقي الأمانات جواجل بقروية من الشهداء قال المتحف. ومن الوثائق يثنى اسمي فرنسا السير 1968 ثويغيثنا وثائق قيمة تعود إلى العهد العثماني 1548 1830 وثائق قيمة لأنه الجزائر زي كيفما الاستوار التاريخ الحضارة أي مثل لي زرشي في ناس حاجة من العجاب طلب لي هو كنا ندير الجمعة ناس أمور سرية إلى يومنا هذا غيثنا مازال الجزائر التاريخ الاستوار الجزائر مازال سعنتها غرصات. ومع ذلك أكل الغنسيان وكان هذا المحور تاريخ الجزائر واحد ثمور ثيثنا ثمور وريس عنا الاستوار وريس عنا التاريخ ماشي تسمى وثمور تكس عن التاريخ إلى قد حافظ التاريخين الشرف أسميتك شمدايت من فرنسا الجزائر لا شك أنه لا تدخل المقاومات الشعب الجزائر ورث الاستعمارية تسدل ذي الهواء تكشمت ثوي كلش ونكس عن القاعدة المرثوي ونكس عن الملف تساوي ثوي كلش تروح فرنسا أي مين لند الخير خير الوامر يتوحيك إلى فرنسا الشعب الجزائري تعيش الجزائرية ولكن نتج المقاومات
في بداية الأمر وذكر الاستعمار من بينها مقاومة النتيجة، مقاومة أحمد باي، مقاومة كابتن زيامين، ردة فعل، مقاومة الأمير عبد القادر، ثورة زواوة غير منطقة القبائل، ثورة بومعزة، ثورة منطقة القبائل بقيادة لالا فاطمة وسوة، معروف ولاد الخلف ساعات الثورة، الشريف بوغرنا، ثورة الشيخ الحداد، ثورة الشيخ المقراني، ثورة الشيخ بوعمامة، عدة ثورات، إلا أنه فيه مزمة تدخل ولكن أنا جالس في الواس إلا قرر فيه الأبطال الزعماء لوكلة ثورة شاملة بعد مثل ثورات به دا قرروا بوكلة ثورة شاملة على المستوى الوطني لوكلة السفن الهوية أعطوا ربهم إذن لتغيب الشركة فلا وحيدة مثل في رصد تكالب الأعداء أمزي كم تورع ما أشبه اليوم بالبارحة الفرصة ينزيك الفرصة ينزيك إقغال الجدول الإغلال الفرصة ينزيك يكسر مثل في رصد فما أشبه اليوم بالبارحة 23 أكتوبر 1954 مجمعنا الأبطال الجزائري يتمنى بسيسيو قرار يوكل أنه ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة إلى الجهاد، وكانت في ذلك الوقت كل الأسماء تسمى بمسمياتها، كل الأسماء مثل طلقة الجهاد المعركة كانت كلمتها الله أكبر، وكلمة السر عقبة وطارق، وكل وقت يغيون المقاتل اسقطر مقاتل قام سمجاهد ونيق موثن اسقطر قتيل قام الشهيد، وكان من حملتها قراء القرآن الكريم، شحال يكتبوا المدارس القرآنية، شحال يكتبوا الزوايا، مفكرين أو يكنيك دعم الضرورين إلى غير ذلك. شرط المرأة تثقل أنه 1 نوفمبر 1954 تيلي ثورة الشعبية ملوك الثلاثة الأبطالية، قرص الثلاثة الأبطالية 6 من الشهداء من مفجر ثورة التحريرية، مصطفى بن بلعي الله يرحمه ربنا اللي جعل رب العالمين عنده من الشهداء، مصطفى بن بلعي، مراد ديدوش، ويشير غلطان الجزائر إلى 6 مناطق، المنطقة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، كل يوم غادي نشوف المنطقة الأولى وإلا تحت قيادة مصطفى بن بلعي للجهة من لوارس بتنا. المنطقة الثانية بقيادة مراد ديدوش الشمال قسنطين. المنطقة الثالثة بقيادة كريم بن قاسم دائما رغم منطقة القبائل. المنطقة الثالثة بقيادة رابح بيطار وسط الجزائر. المنطقة الرابعة بقيادة العربي بن مهيدي وهي الجزائر الزاعي من موت الزاعي يموت بشهادة الجنرالات في راسه وهي السمرة العربي بن مهيدي اللي تفلس الجنرال ديجار. لو كان لثلة من هذا الرجل لغزوت العالم. نحن كان سعيد القلة برجاز المية نحن كان تستعمر العالم بأكمله تستعمر. أسمعني توقف العربي بن مهيدي سنة 1957 وله عدة عمليات فدائية، عذب بأشد أنواع العذاب وكل كانت لكلمة واحدة، سر واحد، لأنه إلا قادة من قادات ال6 الذين فجروا الثورات الحركية. الصوت لا يتبع قلع ناس الجلد والميس، الجلد والميس كقلع ناس الشرميس، عذب أشد أنواع العذاب يوكل هذه كلمة واحدة يكون مسدين. وهو القائل سعيد مجمع التبرعات لفائدة جمعية مسجد الأفاعي من قرية بلوطة الذي باشر الله لا يتعجل المسجد. وهو القائل المقولة المشهورة: ألقوا الثورة للشعب والشعب يحتضنه. لأن الثورة يقدر كان للشعب لا تدعمه،
ألقوا الثورة للشعب والشعب يحتضنها. اسمي دموث العربي بالمهيدية الجنرالات ديال 15 إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا مازال هضر في الناس العربي بالمهيدية. إلى أن يطوف المنطقة الخامسة غرب الجزائر، الشلف ميدان حدود النهر. المنطقة السادسة اللي تسمع من الضوضية عندها خلها بيع فلوس. ويكي يتقرر أنه الثورة سنة 1 نوفمبر من 22 عضو 22 عضو إلا شبكة العاملين في مختلف مناطق الجزائر. يرجزنا يرجزنا يتيم الموتى ضحوا بالنفس والنفيس هو وكل الشهداء ويكني الشهيد في الأرض المعبرة حتى ويكني المثل لأنه غيثنا قرص المثل بلد 1,000,000 شهيد، بلد 1,000,000 شهيد، بلد 1,000,000 شهيد يموت ثاني 1954 إلى 1962. وإلا التقارير أنه لم قرأ 1830 أميلين 1962 منهم من قال أنه قتل 5,000,000 جزائري. والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قتل أكثر من 10,000,000 جزائري لمدة طيلة ربع وقت 1830 إلى 1960. يرجع الجمعية والله ما نقصر في الأسد، والله ما نريس ولا كيراس، ولكن الغون مكتفر لكن الغون رحميضا نتصرفوا في الناس وما زال نريس العرار والكيراس والخيراس الإسبار وربي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. العربي بالمهيد ما يتماع والشتع ما يتماع الشهداء. واعتمدنا كان على قوة العتاد. تعلمنا يتماع في الكريم أكبر أو ثالث دولة عسكرية في العالم فرنسا، عضو في الحلف الأطلسي، وثالث أو رابع أكبر دولة في العالم يعني من ناحية السلاح. أمشي تشوفون إنجازها يقرب واحد المضياف يهضر في العربي بالمهيد شو كاين إنك 1 نوفمبر 1954 اللي كتسمع نسبلون أنفقوا علاو إنك شو اللي تسعى العربي بالمهيد إنك تسعى غير بشكيت وزيد شو يسعى من نوايا ما إلا يسعى غير بشكيت جلسة غير جلسة واش هو الشكيت غير شكيت الصياغة إنك تسعى غير بشكيت وحيصلك الرصاص لا يسعى. ولكن قوة الإيمان للعقيدة للوطن يتجنب هذه الدموع فعلوية. ولكن وين يتسند وين يتسند العربي بالمهيدية شوف يثنى قالوا عنه كان رجلا صواما ولم تفته صلاة الفجر. أنا عم يثنى كان رجلا صواما يتصوم بشكل سنين الخميس وكل حياتي تروح الصلاة الفجر ويجي تروح يقام لنا حرب في فلسطين وراح في فلسطين والله متحرر ديمانيك صليت الفجر تصبح الفجر تحررت ديمانيك الشيطان أقليك مليح. ولكن ويجي غيثما تفرق ديال الإنسان ذا شو ما ينجح أنه ينصرف رب العالمين لأنه تفرق ديال الإنسان رغم قلة العدد. غزوة بدر الكبرى ينصرف رب العالمين ينصر الصحابة 300 ديال الإنسان فعذاون 1000 شو ينصر قال كفار ينصرف رب العالمين ينصر الإيمان اللي مش يسعى نقولوا الشهيد يثنى غرد في الأرض المعركة. يقال النبي عليه الصلاة والسلام في الناس يوم القيامة أنشر الذكر لكن يقرأ شيئا يقطر دما لون الدم وريحه ريح المسك. إذا من اللي غرض يقرأ الذكر
لا كولر للماء، ولكن الريحة ماشي الريحة للماء، الريحة للمسجد. ومن شهادات ومن كرامات الشهداء أنه يذكر رب العالمين أنه بعضهم بقيمته. وكثير من الشهداء كثير من الشهداء ينتظر وبعد سنين بالك كان راح الداركين يروح يروح نادي غليظ وراح نتعاود تبدا تدمن تغزو ونتعاود تعاود في القبر وفي ذلك المغرب المساجد الطراشي ذلك كرامه من الله عز وجل تحكي رب العالمين وين يبقى. ولكن يتما الشهداء يتما والله ما يولد سيد التاريخ الجزائر نقل بدنا ولا نسيت نغنيتنا ولي بغاني يقرا لي سوار الجزائر تيقرا ولي بغاني يزرع لي فيديو لا لي زارشيف ولا تكرا لي زارشيف حيه الشهداء لا نموتن ولا نتد بتصوير في راسي علاش لي كاميرا في راسي ديال شوف غنكرا لي زارشيف تاع والا اش يسحب بالعجل شيرا كان يتشوف اتوالى مشينا نعتاد اتوالى مشينا الى غال امشي من العذبات امشي من الغال حاجه بالعجب اكاش تمر يثمى الى الانسان يفتخر. وما اشبه اليوم بالبارحه من ناحيه الخونه اكن لا نقلو خليني حركيا الخونه لا نقلو خليني حركيا. ولهذا كذلك مسهل يثمى الدور يتعاون جمعيه علماء المسلمين الوطنيين لانه الحرب ماشي السلاح تاع كل يموت وشو يتحارب الا يولي يرفع السلاح الا يولي يحارب السلعي الا يولي يحارب السلعي لا نحتوي يوقف في غنارة تسوي يجي مجاهدة السنغور وصلت تسوي ناس من الوركة كل يوم سوا شنو يجوز. يقال ابن حميد البابيس رحمه الله يهضر في الخولية شو قلنا إن فقلع جذور الخولة في الجدول فاقلع جذور الخولة فمنهم كل عقر. إن جعل وقرا ماشي فرنسا لأنه فرنسا نزال أعظم وقرا ولا لك يخون الستخ أعظم وقرا ديما كانت ديو في الستسير دوين غير على وقرا. ولهذا بنوخني غيثنا احتمل المليح مجابس الخوالة هذا ثاني وضحر كي كان كنشوف غكاين السلاي يبغوا يعرفوا يطل خلاص نزرب. وما أشبه الحركة والخونة قال وخنا في فلسطين أنا لا يتمثل تمتثل ولا حركة ولا كلمة مقررة ولا حركة ولا كلمة. والحمد لله يتمثل وفدنا الجزائر ساعة مسقارون كلمة مشرفة على مستوى العالم ساعة كلمة مشرفة الحمد لله الناس الجزائريين ساعة عداوة واحد دايرين يكزيت ساعة عداوة يكزيت حتى أنه الجزائر يتلا قال 1973 شورك ضد اليهود واحد يتمثل مصر وليك شفني الحربين اسمي غير له وذين اللغه الوحيده اللي يمثل مصر اللي خلني رئيس الجمهوريه بومدين والله مش كشنا الجيش مصر اللغه كان نفس الطريقه يوذين الى يومنا هذا جميع سهنس الساعه العداوه ظهور بلا عجب وسحب العداوه ظهور الصدق لان الويل الولاء ويل البراء ويل الولاء ويل البراء دع ظهور ربي أفضل في ذلك. ولكن الملك دياس كيف ماشي وهي غير متوقع. ولهذا الذي الخبراء يكسنزل القضية الفلسطينية ومن ليل وليلة لم زيست زرار أحد السياسيين الأمريكيين والله عرفت قائمة لحكام الخونة أريد كريت تسمى ونسمى وين خائن وين يسلز وين يبيع وين يرضى وين يفكر وين يعاون سليمان ويعاون السلاح خونة نعم. والخائن لا يؤتمن والخائن على بيزنم ترى رب العالمين. إذا يتم ما أشبه اليوم بالبارحة أعداء أدخل دعوة إلى يوم الدين
بشهادة من الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن الإثنان الله يرحم ربي الشهداء الأبرار، يرحم ربي الشهداء الأبرار. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وأسكنهم فسيح جناته. خير غيث ما ملت من كثير ويتيم، خير ذات من كثير ويتيم أنه قد يتصرح بيهم في الجسد، ومنزلته عند الله كبيرة وعظيمة جدا، لأنه استضافنا رب العالمين من النبيين والصديقين وبعد شو والشهداء. المرتبة الثالثة بعد النبيين والصديقين، مرتبة ثالثة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأمن بلادنا هذا من كل الفتن. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. أكتفي بهذا القدر، أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.